السلام عليكم، ازيكم يا جماعه. انا عبد الله حمدان، حلقه 13 من حلقات فرونت سيستم ديزاين بالعربي. الحلقه دي ان شاء الله هنكمل كلامنا على الايكون ريندرنج ونتكلم على الايكون ريندرنج تكنيكس. طيب تعالى نفتكر مع بعض احنا اتكلمنا على ايه اصلا في الحلقه اللي فاتت. الحلقه اللي فاتت بدانا كلامنا على هو ايه اصلا اهميه الايكونز، عرفنا مع بعض ايه اهميه الايكونز وليه الويب سايت بيلدرز او الديزاينرز دايما بيلجأوا لفكره الايكونز كواحده من ضمن التولز القويه عشان يوصلوا المعلومه لليوزر. بعد كده اتكلمنا على البريكوزز، حاولنا نفهم مع بعض اكتر شويه كونسبتس وشويه مفاهيم هتساعدنا نحاول نفهم ازاي الموضوع بتاع الريندرنج تكنيكس شغال. فاتكلمنا على اول حاجه على راستر فيرسس الفيكتور ايمجز، حاولنا نشوف طبيعه كل واحده فيهم عامله ازاي، حاولنا نشوف الفروقات الاساسيه بين الاثنين، وبدانا نتكلم على جزء من التفصيل على الفيكتور ايمجز. خدنا الاس في جيز، شفنا ازاي شغاله، شفنا البروبرتيز المختلفه اللي فيها، وازاي طبيعه الاس في جيز او طبيعه ان هي كونها فيكتور تسمح لها ان هي تسكيل وتدينا فاريشنز مختلفه من السايز والكالرز وهكذا، من غير ما نبقى بنتعامل معاها ان كانها صوره جديده. وبعد كده اتكلمنا على مشكلتين ممكن يحصلوا عندنا نتيجة الديلي بتاع الفونتس، ودي من ضمن الحاجات المهمة اللي هنبدأ نبص عليها أكتر احنا بنقارن التكنيكس إن شاء الله مع بعض. هنلاحظ إن عندنا كذا تكنيك بيعمل المشكلة دي، وبالتالي واحدة من ضمن المميزات والعيوب في المقارنة بين التكنيكس هتكون فكرة هي فعلا بتعمل المشكلة دي ولا لأ، وهل المشكلتين دول سهل حلهم، وهل فعلا ممكن أختار تكنيك على تكنيك تاني بسبب المشكلة دي ولا لأ. في الحالة دي إن شاء الله هنبدأ نتكلم على الريندرنج تكنيكس المختلفة، هنبدأ نشوف كل واحد فيهم عبارة عن إيه، شغال إزاي، ايه مميزاته وايه عيوبه، وهل هو فعلا مناسب او ايه الكيسز اللي هو مناسب ليها بحيث ان احنا نعرف نستخدم. نلاحظ ان احنا واحنا ماشيين شويه في التكنيكس شويه بنتطور او شويه بنستخدم تكنيكس احسن، فتقريبا كل تكنيك بيبقى احسن من التكنيك اللي قبله، ولكن مش بالضروره ان التكنيك يبقى نستخدم واحد فيهم في الاخر. في الاخر التكنيكس دي كل واحد فيهم ليها مميزات وعيوب، وليها كيسز معينه تبقى مناسبه ليها اكتر. ونلاحظ ان في اكزامبلز كتيره، ويب سايتس كبيره بتستخدم تكنيكس مختلفه مع بعض في نفس البيج. ممكن تلاقي تكنيك نمبر A بيستخدم مع تكنيك نمبر C مثلا، الاثنين في نفس البيج عادي، وبالتالي كل واحدة فيهم ليها طبيعة مختلفة أو ليها أهداف معينة بتتحقق. فبالتالي قرارك أنت في الآخر إن بناء على اليوز كيس بتاعتك وبناء على طبيعة السيستم بتاعتك وبناء على احتياجاتك تقدر تختار أو تبدأ تميكس التكنيكس دي مع بعض. طيب أول تكنيك نبدأ نتكلم عليه هو الموضوع بتاع السيبريت ايمجز. وقبل ما نبدأ، ميزة التكنيك ده الأساسية إن هو مش تكنيك، لأن هو الطريقة العادية اللي احنا بنتعامل بيها مع الايمجز. طيب فلو جينا بصينا على شيء من التفصيل هو ايه المقصود بيه، بما انه تعالوا نقول ان هو تكنيك، فهو ببساطة تكنيك بيقول لك بدل ما انت بتتعامل مع الايكونز كأنها ايكونز، هي في الاخر ايكون دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن صور. هي حجمها صغير ودايما مستخدمة كأنها حاجة صغيرة، ولكن في الاخر هي صورة. فبدل ما انت تفكر فيها كستيج مختلفة او خطوة منفصلة، فكر فيها ان انت بتتعامل مع الصور العادية اللي عندك في الويب سايت. فهي في حاجتين اساسيين مهمه نعرفهم هنا او نعرفهم في التكنيك ده، او في الافتراضيه اللي بتاعت ان انت تعامل ايكونز كانها صور. اول واحده فيهم ان هو في السيبريت ايمجز هو بيعامل، من اسمها هو بيعامل الصوره كانها سيبريت، كانها ستاند الون، وبالتالي كل صوره لوحدها عندي في السيستم هي صوره منفصله. لو انت عندك 50 60 ايكون، فانت بتعاملهم كانهم 50 60 صوره ما يعرفوش حاجه عن بعض. فدي اول حاجه. الحاجه التانيه ان هنا وانا بتكلم على سيبريت ايمجز انا بتكلم هنا على راستر ايمجز، مش بتكلم على فيكتور ايمجز. هنتكلم على فيكتور ايمجز قدام، ولكن انا بتكلم هنا ان شخص مش هيستخدم اس في جيز، مش هيستخدم فيكتور ايمجز، هيتعامل بالراستر ايمجز فورمات العاديه اللي هي بي ان جي ويب بي وهكذا. فدي حاجتين اساسيين محتاجين ناخد بالنا منهم واحنا بنتكلم على تكنيكس ليها علاقه براستر ايمج. طيب زي ما قلنا بما انها راستر ايمج فهي ايمج عاديه، فانت بترندر ايمج عاديه بايمج تاج بباك جراوند ايمج ايا كان الطريقه اللي بتستخدمها بيها، فهتستخدم نفس التكنيك او نفس الطريقه اللي بتلود بيها الايمجز دي في فكره السيبريت ايمجز او انت بتتعامل مع الايكونز عندك في السيستم. تعالى نبص على كلمه ستاند الون ونفكر فيها تاني عشان هتبقى مهمه جدا بالنسبه لنا لما نقارن مميزات وعيوب التكنيك ده ومميزات وعيوب التكنيكس التانية اللي هي بتيجي اصلا تحسين على كل جزء من الاجزاء دي. طيب اول حاجه ان انت تعالى نفترض ان انا عندي في الويب سايت بتاعي عندي ايكون هوم بيج. الايكون دي محتاجه بعمل لها لودنج، وبما انها صوره منفصله فالكلاينت هيبعت للسيرفر يقول له السلام عليكم، انا عايز الايكون اللي اسمها ايكون دوت بي ان جي. السيرفر يقول له عليكم السلام، ادي الايكون بتاعتك، يرد عليه بالفايل بتاع الايكون. خلاص خدنا الصوره دي عرضناها احنا كده تمام. فده الجيرني بتاعت الريكوست او الجيرني بتاعت لودنج الايكون دي. فدي اول جزء. فلو جينا بصينا على بما انها صوره وبالتالي هي ليها كل طبيعه الصور العاديه او طبيعه البروبرتيز بتاعت الصور العاديه، وبالتالي بتشتغل نفس الطريقه. فلو مثلا من ناحيه السايز انت بتكنترولها بالويدث والهايت بتاعها عن طريق السي اس اس زي ما بتتعامل مع اي صوره تانية. من ناحيه الكاشنج زي ما قلنا بما انها ستاند الون ايمج وبالتالي انت بتريكوست صوره منفصله، وبما انه فايل منفصل فليه كاش كي منفصل، وبالتالي الانفاليديشن بتاعه بيحصل بنفس الطريقه بتاعت انت بتتعامل مع صوره عاديه جدا محتاج تفكر فيها كانها صوره عاديه.
مش بتأثر على باقي الصور التانية، وبالتالي لو في صورة اتغيرت باقي الصور التانية لو كاشت خلاص بتفضل كاشت، لأن هما ملهمش علاقة ببعض، هما معرفوش حاجة عن بعض. مميزاتها ايه؟ مميزاتها ان هي زي ما كنا بنتكلم، اول حاجه هي سيمبل، انا مش بفكر فيها اصلا كتكنيك، مش محتاج افكر في configurations، مش محتاج حتى سبورت داتا تايبس مختلفه، ايا كان داتا تايب انا هستعمله ان انا بستعمل الايمج تاج بتاعي، بلود الصوره خلاص انا كده خلصت. فدي فكره اساسيه من فكره ان هي سيمبل، ان هي تعرف تستخدمها بغض النظر عن الفورمات، بغض النظر عن الكونفجريشنز المختلفه اللي ممكن تعمل. النقطه التانيه والمهمه واللي هي يعتبر ميزه هنا ولكن هتبقى عيب بعد كده، هو ان انت كل صورة من الصور دي هي عبارة عن independent request او independent cached request. وبالتالي لو انت عندك 200 صورة وخيرت مثلا ان انت الهوم بيج ايكون دي مش عاجباك، وقررت انت تغيرها بايكون تاني، المشكلة او الميزة هنا ان انت الصورة دي بما انها ستاند الون صورة، فهو هيبعت 200 ريكوست للصور دي، وبالتالي انت عندك كل ايكون هتجيب صورة او هتجيب ريكوست لوحده، وبالتالي انت عندك 200 ريكوست. ولكن الميزه هنا ان انت لو غيرت بس الهوم بيج، انت هتغير بس او هتبعت ريكوست تاني ويحصل انفاليديشن بس للصوره بتاعه الهوم بيج، مش محتاج تفكر في ال 199 صوره التانيين اللي اصلا ما اتغيروش، لان هم اصلا ما لهمش علاقه ببعض، هم 200 كي منفصل او 200 فايل منفصلين عن بعض ما لهمش علاقه ببعض. فالميزه هنا ان هي اندبندنت كاشد، فبالتالي لو في فايل من الفايلات دي اتغير انت مش محتاج تفكر في الكاشنج بتاع الفايلات التانية. الحاجه الثالثه ومهمه في احيان كتيره وهي فكره ان هي في يونيفرسال سبورت، بما انك بتتعامل مع الايكون هنا كانها صوره عاديه، فانت مش محتاج تفكر هي هتبقى سبورتد في السيستم ولا لا. كل السيستمز تقريبا بتستخدم او بتسبورت موضوع الايمج تاج، وبالتالي ممكن يكون عندك سيستم ليجاسي مثلا حاجه في الاولد ايميلز وهكذا، او ويب سايتس او براوزرز قديمه، ممكن تلاقي عندك مشكله انت مثلا تسبورت حاجه زي كاستم فونتس، حاجه انت تسبورت حاجه زي اس في جيز. فبالتالي ميزه التكنيك ده ان هو فول باك تقريبا لكل التكنيكس تاني، مش محتاج تفكر في فكره هو انا حاجه عندي سبورت ولا لا، انت اغلب الوقت او كل الوقت تقريبا انت عندك التكنيك ده سبورت، وبالتالي هيشتغل على كل البراوزرز، هيشتغل على كل الكونتكست بغض النظر عن انت بتستخدم او ايه الانفايرمنت اللي بتستخدمه فيه. ده مميزاته. عيوبه وهو بما انه سيمبل هيجي طبعا بالمشاكل بتاعته، ان هو بما انه طبيعته اصلا ان هو اندبندنت ريكوست، وبالتالي زي ما كنا بنتكلم في المثال بتاعنا، لو عندك في البيج 200 ايكون او 200 صوره، فانت بتبعت 200 ريكوست لكل واحد فيهم، او مش لكل واحد فيهم، بتبعت 200 ريكوست في البيج عندك، وبالتالي في ريكوست لكل صوره من الصور دي. ده مشكلة لو انت عندك عدد صور كبير، وده اللي اغلب الاحيان بيبقى موجود في اغلب الويب سايتس، وبالتالي تلاقي نفسك بتبعت ريكوست كتيرة وكل ريكوست بياخد الجين بتاعته بين الهاند شيك بروتوكول والتفاصيل كلها بتاعته، وبالتالي دي مشكلة خاصة لو انت مش بتستخدم HTTP2، وبالتالي هتلاقي عندك كل براوزر فيه ليميت معين لعدد الكونكرنت ريكوست البارل اللي ممكن تبعت مع بعض. هنتكلم طبعا بشيء بالتفصيل ان شاء الله قدام على الفرق بين HTTP2 و HTTP1، وامتى تستخدم ده وامتى تستخدم ده وهكذا. ولكن الفكرة الأساسية من الموضوع إن أنت عندك لكل صورة في ريكوست منفصل، فأنت كل ما زادت عندك عدد الصور كل ما زادت عندك عدد الريكوستات. فدي أول مشكلة. المشكلة التانية وهي هتكمل على المشكلة الأولانية، وهي إن بما إنها راستر ايمجز وبالتالي هي مش بتسكيل، فلو أنت عندك مثلا محتاج الصورة بتاعت الهوم بيج دي بفاريشنز مثلا في السايد بار 50 في 50، فاريشن تانية 250 250، فاريشن تالتة 1000 في 1000 مثلا، وبالتالي انت هنا ملاحظ ان انت عندك ثلاثه فاريشنز، فتلاقي ان انت عندك هنا خطوتين او اوبشنين ممكن تعملهم. الاوبشن الاولاني يقول لك والله بص انا هجيب الصوره بريزولوشن كبيره قوي اللي هي 1000 في 1000، واستخدمها في كل يعني ايه السياقات التانية اللي محتاج استخدمها فيه، فلما اجي احتاج مثلا 50 في 50 هرندر ال 1000 في 1000 دي على 50 في 50. ولكن المشكله تحصل هنا ان انت لو عندك الصوره دي يعني كل واحده فيهم في بيج مختلف، فانت عمال تويست ريسورسز، جبت صوره كبيره جدا على حاجه صغيره جدا انت ممكن تبقى بتعملها. الاوبشن التاني يقول لك لا انا هقسم الحاجات دي بفاريشنز مختلفه، اخلي عندي عادي في الفرونت اند التلاته فاريشنز، لو انا طبعا مضطر اسيبها راستر ايمجز مش هستخدم فيكتور والحاجات اللي هنتكلم عليها بعدين. ولكن في الاخر لو انت لسه عندك راستر ايمج والراستر ايمج دي محتاج تجيب لها الريزولوشنز المختلفه او الفاريشنز المختلفه، فانت خلاص هقرر ان انت هتجيب كل فاريشن من الفاريشنز دي لوحدها في ريكوست منفصل. فده عمل مشكله تانية ان انت عندك مش بس عندك 200 صوره، ممكن يكون كل صوره بيجيب لها 3 فاريشنز او 2 فاريشنز، فانت الرقم عمال يتضاعف معاك مع كل مره بتزود فيه عدد الفاريشنز. فدي تاني مشكله معانا. طيب المشكله الثالثه معانا وهي تكمله برضو على المشكله الاولى والثانيه، ان بما انها راستر ايمج وبالتالي انت لو محتاج فاريشن مثلا على سبيل المثال الهوم بيج دي في الدارك ثيم بتبقى لونها ابيض، ولكن في اللايت ثيم مثلا لونها مثلا اسود، فانت هنا عندك فاريشنز يعني عندك صورتين او عندك وضعين للصوره. فانت اللي هيحصل بما انها راستر ايمج مش بتعرف تكنترول الكالر بتاعها اون سبوت، انت محتاج تبعت ريكوست او تخلي فاريشن منهم
او نسخه منهم لونها ابيض ونسخه منهم تانية لونها اسود. وبالتالي انت عشان تبعت ده محتاج كمان تبعت الفاريشنز المختلفه لكل دارك ثيم واللايت ثيم وهكذا. وبالتالي كمان بما انها ريكوست منفصله، هتلاحظ حتى ان حاجه مثلا زي سويتشنج اللايت والدارك ثيم بياخد وقت، لان انت بتبعت ريكوست تجيب صوره جديده او تعملها بري فيتشنج او ايا كان. فالمشكله ان عماله تتفاقم مشكله ان هي صوره من لوحدها. هي ميزتها ان هي اندبندنت كاشنج، لو اتغيرت مش بتاثر على حاجات تانية، ولكن في الاخر مع كل فاريشن انت محتاج تبعت ريكوست جديد، فالريكوستات عماله تتضاعف بشكل كبير قوي، بما انك بتعامل ان هي كل واحده فيهم كصوره منفصله. طيب بناء على اللي قلناه ده كله، هي طيب استخدامها امتى او امتى احتاجها؟ جزء منها فكره استخدامها امتى دي هنتكلم عنه في التكنيكس التانية، لان في جزء من التكنيكس هيبقى افضل منها في نفس الحالات اللي احنا قلنا دلوقتي كمان نستخدمها فيها. ولكن بشكل بسيط زي ما كنا بنتكلم، الموضوع بالنسبه لنا سيمبل. فتستخدمها امتى؟ لو انت عندك عدد قليل من الايكونز في الويب سايت بتاعك او البيج بتاعتك، مش محتاج تفكر بقى خلاص هو انا محتاج اخلي الصور عندي اس في جيز. طب هل السيستم بتاعي ممكن يبقى في حاجه فيه ليجاسي ولا لا؟ طب انا محتاج بستخدم مثلا خطوه بيلد عشان ابدا اعمل الفاريشنز دي. كل التفاصيل الكتيره انت مش محتاج تفكر فيها. هي صوره عاديه، حط الصوره. لو عندك فاريشنز قليله استخدم الصوره زي ما هي. وبالتالي التكنيك تستخدمه امتى؟ لو انت موضوع الايكونز عندك في الويب سايت قليله خلاص، فانت مش محتاج تفكر بشكل كبير في الموضوع. الحاجه التانية وهي فكره الانفايرمنت، لو انت عندك الانفايرمنت ما تسمحش ان انت تبقى بتستخدم مثلا فورماتس مختلفه، حاجه مثلا زي الفيكتور ايمجز والاس في جيز، ممكن كيسز تبقى عندك كده. فخلاص هيبقى ابسط حاجه انت تستخدم دايما الفول باك بتاع ان هي سيبريت ايمجز. حط الايمج تاج، حط فيها السورس بتاع الايمج بتاعتك، خلاص انت خلصت الموضوع. الحاجه التالتة وهو فكره ان انت لو انت اصلا الكيس بتاعتك اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، احنا قلنا احنا عندنا كذا فاريشن، عندنا فاريشن من ناحيه السايز وعندنا فاريشن من ناحيه الكالر مثلا. فلو انت اصلا في الاخر عارف ان هي هما مثلا 10 20 ايكون، 10 20 ايكون دول مش محتاج منهم غير وان سايز، مش محتاج منهم غير كولر واحد، فخلاص انت اصلا مش محتاج تفكر ان انت والله انا ممكن استخدم الاس في جيز عشان اقدر اسكيل، فانت اصلا مش محتاج سكيلينج. طب هل انا ممكن استخدم اس في جي عشان محتاج اغير الكولر بتاعها؟ برضه مش محتاج. فبالتالي جزء من يعني المميزات لو انت اصلا مش محتاجها، فخلاص انت مش محتاج كل التكنيكس التانية، او محتاج المميزات، مش محتاج المميزات اللي التكنيكس التانية بتقدمها. فده بشكل اساسي الفكره من السيبريت ايمجز. الموضوع الاساسي بتاعها ان انت ستاند الون صوره بتتعامل مع كل صوره لوحدها كصوره منفصله ريكوست منفصل، وان هي راستر ايمج، وهنتكلم على نفس التكنيك من ناحيه الاس في جيز قدام. فدي الفكره الاساسيه منها. الفكره الاساسيه منها ان هي فيري سيمبل، سهل جدا ان انت تستخدمها، مش محتاج تفكر في اي حاجه. ولكن مع السمبلست دي بتيجي المشاكل بتاعت ان هي ريكوست منفصل، مش بقدر كنترول الديتيلز بتاعتها وهكذا. طيب تعال نتكلم على تاني حاجه معانا، وهو الايمج سبرايت. الايمج سبرايت عامه هو التطور بتاع السيبريت ايمجز. السيبريت ايمجز لسه قايلين احنا عندنا مشكلتين اساسيين. عندنا اول مشكله ان هي راستر ايمج، قلنا دي هنحلها لما نيجي نتكلم عن الفيكتورز. وتاني مشكله معانا ان هي سيبريت ريكوست، انا عمال ابعت ريكوست لكل حاجه من الحاجات. كل فاريشن في السايز محتاج ابعت له ريكوست، كل فاريشن من الكلر محتاج ابعت له ريكوست. الفكره الاساسيه ان ايمج سبرايت بتيجي تقول لك خلاص هو انت مشكله الريكوستات الكتيره دي بتاعتك انا ممكن احلها لك. بدل ما انت تبعت صوره صوره، طب ما تيجي نحط كل الصور اللي انت محتاجها دي مع بعض في صوره كبيره، ونجيب الصوره الكبيره دي مره واحده ندفع الكوست بتاعتها مره واحده. وببساطه لو انت عايز صوره معينه من الصوره الكبيره دي، اعمل بس زوم ان عليها ونشوف بالظبط هو ايه المقصود بالزوم ان ده. طيب تعال نشوف ده مقصود بايه. تعال نفترض ان احنا عندنا هنا 7 سوشيال ميديا ايكونز انا محتاجهم، والسبع سوشيال ميديا ايكونز دول انا محتاج منهم فاريشن تانية اللي هي لونها اسود. لونها اسود دي ببساطه مثلا واحده فيهم في الدارك ثيم واحده فيهم في اللايت ثيم. فالفكره الاساسيه ان احنا قبل دوت او في السيبريت ايمج هنبعت 14 ريكوست منفصلين لكل للصور بتاعتنا اللي هنا. وبالتالي انا محتاج ابعت 14 ريكوست عشان الود ال 14 صوره. الفكره الاساسيه من الايمج سبرايت يقول لك لا، طب ما تيجي نجمع دول كلهم مع بعض في صوره واحده، والصوره دي ريفرنس كل واحده فيهم بناء على البوزيشن بتاعها او بناء على مكانها فين في الصوره الكبيره. طيب تعالوا نبص على او نفترض ان احنا عندنا هنا الاكس والواي اكسس بتوعنا. الاكس والواي اكسس دول عندنا بادئين مثلا من 0 0 في اول الصوره. فببساطه فيسبوك بدايتها بيبدا فين؟ بيبدا عن 0 0. السايز بتاعها كام؟ تعال نفترض ان هي 50 في 50، يبدا من عند 0 0 تنتهي عند 50 50. فهي خلاص واخده من اول 0 0 بتروح يمين ب 50 بكسل وبتنزل شمال 50 بكسل. وبالتالي خلاص لو انا اقدر الاقي الطريقه دي توديني عند صوره معينه عند بوزيشن معين وتديني ويتس وهايت معينين، خلاص انا اقدر ببساطه من الصوره الكبيره دي استخدمها وزوم ان، اعمل زوم ان افكت ده عن طريق البوزيشن بتاعها بالنقطه والاكس والواي او الويتس والهايت، واروح اجيب اي صوره عندي.
فمثلا فيسبوك اللي لونها ازرق تبقى صفر صفر، وبروح ويتس 50 وهايت 50. الفيسبوك مثلا اللي لونها اسود سالب وواحد واربعة وستين، وخلاص برضو بروح بيها 50 وخمسين، بفرض ان هم كلهم 50 في 50. فدي فكرة أساسية، إن أنت بدل ما تجيب صور كتيرة، تعال نجيب صورة واحدة، وباستخدام البوزيشن نستخدم أو نجيب الصورة بتاعتنا دي. طيب قبل ما نتكلم على في تولز كتيرة جدا بتعمل موضوع الايمج سبرايت ده وازاي بتعملها اوتوماتيك، تعال نبص على فكرة الزوم افكت ده. الزوم افكت ده ببساطة في السي اس اس عن طريق حاجة اسمها باك جراوند بوزيشن. فأي حد يستخدم باك جراوند بوزيشن هيبقى عارف إن خلاص أنت عن طريق الباك جراوند بوزيشن تقدر تروح لبوزيشن معين في الصورة بتاعتك اللي هي انت مديها باك جراوند ايمج. فمثلا دي الصورة الكبيرة اللي فيها كل السبرايتس بتاعتنا، انا بقول له روح للباك جراوند بوزيشن، ستارت الباك جراوند بتاعتي من البوزيشن اللي هو صفر وصفر اللي هو مثلا بتاع فيسبوك، وياخد ويتس 50 وخد هايت 50. ده بالظبط عمل نفس الزوم افكت اللي احنا بنتكلم عنه. انا رحت عند صفر صفر، رحت خدت ويتس 50، خدت هايت 50، فكأني بالظبط عملت زوم ان على الصورة الكبيرة لغاية ما عملت بس ان الويندو بتاعتي او الفيو بتاعي مبقاش فيه غير بتاع الفيسبوك. الكلاس ده من الكلاسز المفيدة جدا، ان انت لو عايز في اي مرة تحتاج ترندر فيها الصورة بتاعت فيسبوك، مش محتاج حاجة غير ان انت تحط الكلاس بتاعت فيسبوك ايكون ده. ميزة الايمج سبرايت ان في تولز كتيرة قوي بتعمل موضوع الجنريشن ده اوتوماتيك. فمثلا في سكريبتس كتيرة وفي تولز كتيرة موجودة، انت بس بتديها الفولدر بتاع الصور وهي بتعمل كده. بتروح تشوف والله انا عندي كل الصور عاملة ازاي، مثلا اجمع كل الويتسز بتاعت الصور بتاعتي، اسيب شوية جابس كده، وابدا خلاص هجنريت صورة كبيرة تفت فيها كل الصور اللي انت عايز تعملها لودنج. وابدا بيزد على البليسمنت او بناء على هي بتحط كل صورة فين، هتحطها في بوزيشن معين وعارفة الويتس تايب بتاعها، ففي الاخر بتجنريت هي لوحدها اوتوماتيك كل الكلاسز دي. فانت بس بتتعامل مع الكلاسز، مش بتتعامل خلاص مع البوزيشن. يعني ما بتقفش ان انت تقول والله هي الصورة دي فين في الاكس والواي على الصورة الكبيرة، ما بتعملش ده، هو اوتوماتيك بيتعمل وبيجنريت لك كلاسز تعرف تستخدم الكلاسز دي بشكل مباشر على طول. ودي ميزة من مميزات الايمج سبرايت، ان هي بما انها تكنيك شوية قديم، فهو في الاخر عنده تولز كتيرة ولايبرز كتيرة بتعمل الاوبشنز ده. وابدا نتكلم كمان على شيء من التفصيل ازاي واحده من ضمن الحاجات دي بتعمل. فدي الفكره الاساسيه من فكره هي ازاي شغاله، او ايه التولينج او ايه الميكانيزم بتاع ان احنا نعرف نعمل زوم ان وزوم اوت على الصوره الكبيره. فكده الفلو بتاعها بدل ما انا ببعت ريكوست بجيب فيه ايكون دوت بي ان جي اللي هي بتاعت الهوم بيج بس، لا انا ببعت ريكوست او اتنين او اكتر، نتكلم برضو على النقطه دي. ولكن في الاخر انا ببعت ريكوست واحد، الريكوست ده بيجيب الصور بتاعتي كلها، فكل الصور جت في ريكوست واحد، مش محتاج ابعت ريكوست لكل واحد فيهم. وبعد كده بستخدم موضوع الريفرنسنج بان انا ابدا ازوم ان على الصوره بتاعتي واجيب الصوره اللي انا عايزها. طيب ايه الحته اللي مقصود بيها ان انت ممكن تحتاج تجيب الايمج سبرايت اتنين او تلاته؟ باختلاف التكنيكس او باختلاف التفضيلات بتاعت الناس، ممكن تلاقي حد يقول لك والله بص انا في اغلب الوقت محتاج الايكونز اللي هي الصغيره، مش محتاج الايكونز مثلا الكبيره. فانا ليه احط الايكونز اللي هي مثلا الفاريشن مثلا 250 في 250 و1000 في 1000 في نفس الصوره في نفس المكان، لما اجيب بس صغيرين عشان الايمج سبرايت الاولانيه تبقى صغيره، ولما احتاج ابقى ببعت ايمج سبرايت تاني فافصلهم في ايمج سبرايتس مختلفه. فهتلاقي ان انت عندك حد مثلا يقول لك لا انا هعمل واحده لللايت ثيم فيها كل الحاجات الاولانيه، ولما احتاج الدارك ثيم بدل ما ابدا بحطهم في الايمج سبرايت الاولانيه هبدا افصلهم، وبالتالي ريكوست على لوحدها. وبالتالي عددهم بيزيد على حسب احتياجك او على حسب هو انت فعلا محتاج ايه. هل محتاج فاريشنز مختلفه، هل محتاج سايزز مختلفه، وهل منطقي الحاجات دي عددها قليل فتحطها في نفس الايمج سبرايت، ولا منطقي تفصلهم في ايمج سبرايتس مختلفين، وهكذا. فده اختلاف فكره انت محتاج ريكوست واحد او اتنين او اكتر، وهكذا. طيب نتكلم على مميزات الايمج سبرايت. مميزاتها الاساسيه ان هي بتحلت المشكله الاساسيه بتاعه السيبريت ايمج. سيبريت ايمج كنت محتاج تبعت ريكوست لكل واحد فيهم، هنا انت تبعت ريكوست بتجيب فيه كل الايكونز تقريبا اللي عندك، طبعا على حسب زي ما كنا بنتكلم دلوقتي هل انت هتفصلهم في فاريشنز مختلفه ولا لا. فدي الميزه الاولانيه. الميزه الثانيه اللي هي ماتيور تولينج، هي في الاخر التكنيك ده قديم شويه، من اقدم التكنيكس في موضوع الايمجز، وبالتالي اغلب التولز او هتلاقي سبورت ليه في كل السيستمز اللي انت ممكن تبقى محتاج تستخدمها فيها. وبالتالي سهل قوي ان انت تلاقي الجنريشن بتاع الايمج سبرايت ده من غير ما تبدا تفكر هو انا هعمله من الاول، طب انا هعمله ازاي، وهكذا. الميزه الثالثه واللي هي برضو هتفضل مكرره معانا ان هي ميزه هنا بس عيب كمان شويه، او ميزه في كيسز وعيب في كيسز تانية، هو موضوع الكاشنج. احنا قلنا لما كنا بنتكلم على السيبريت ايمجز ان هي كل صوره عباره عن كاش منفصل. انا لو عندي في البيج بتاعتي 200 صوره وقررنا الصبح نغير الايكون بتاعه الهوم بيج، خلاص انا هي صوره لوحدها هيحصل لها انفليشن لوحدها. ال 199 لو لودد عند اليوزر هم كاش، اليوزر مش محتاج يفكر فيهم تاني. مشكله الايمج سبرايت ان ال 200 صوره دلوقتي بقى بيجوا في صوره واحده، وبالتالي لو انت غيرت واحده بس منهم وغيرت مثلا السايز بتاعها، فالسبرايت جنريشن محتاج يتعمل من اول تاني.
وبالتالي الصوره نفسها هتتغير، وبالتالي انت هتري كاش او يعني الانفاليديشن بتاع الصوره كله هيتغير. وبالتالي مشكلتها او ميزتها هنا، انا كان الاول على الميزه، ان هي وان ريكوست بيحصل له كاشنج مره واحده، خلاص انت عندك كل حاجه. فلو الصور ستيبل، يعني ايه ستيبل؟ يعني ما بتتغيرش كتير، مش محتاج تعمل جنريشنز كتيره، هتلاقي الموضوع حلو جدا، لان انت بتجيب الصوره مره واحده موجوده عند اليوزر، خلاص الصوره كاش مش محتاج تفكر فيها تاني. تبدا تقلب بقى نقمه، تبدا تقلب مشكله لو الايمج دي بتتغير كتير، فانت كل شويه عمال تعمل انفاليديشن للصوره الكبيره اللي فيها كل الايمجز بتاعتك عشان تبدا تجيب الفاريشن الجديد. طيب تعالى نتكلم على المشاكل بتاعه الايمج سبرايت. اول جزء من المشاكل بتاع الايمج سبرايت ان هي الجزء التاني اللي لسه مكمل معانا، بما انها راستر ايمج، خلينا جزء منها موضوع الريكوستات الكتيره، ولكن لسه المشكله ان انا ما اقدرش اكونترول الفاريشنز ناحيه السايز او ناحيه الكالر بتاعها، وبالتالي انت ما عندكش كنترول على الكالر بتاعها. فانت مثلا لو عايز من نفس الهوم بيج او مثلا من نفس الفيسبوك ايكون كالر منفصل، انت ما بتعرفش تعمل تغيره اون سبوت، محتاج تبعت ريكوست منفصل، او تبقى الصوره دي كصوره منفصله جوه الايمج بتاعتك الايمج سبرايت، مش هينفع تستخدم نفس الصوره. فدي اول مشكله. المشكله التانيه ان انت عاده على حسب التكنيك هو ازاي الايمج سبرايت بتتكون، عاده بنحاول نسيب جابس علشان نمنع ان احنا يبقى مثلا في كوليجن، او في مثلا وانا بكت الصوره يبقى في مثلا اوفرلاب بين الصور. فتلاقي دايما ان في شويه ويستنج بيكسلز جوه الصوره الكبيره بتاعت الايمج سبرايت، عشان تظبط موضوع الالاينمنت وموضوع البادنج بتاع الصور وزي هي موجوده جوه الصوره الكبيره. النقطه الثالثه واللي هي برضو يعني ديبيتبل شويه او ممكن نختلف فيها، وهي فكره ان هي هارد تو مينتين. فمشكلتها اللي احنا لسه بنتكلم فيها ان انت مع كل تغيير بتعمله انت محتاج تغير السبرايت كلها، وبالتالي دايما بيبقى عندك كده سيس فايل بيطلع نتيجه الجنريشن اللي فيه كل كلاسز، كل شويه بيحصل له جنريشن، كل شويه بتلاقي فيه تغييرات، حد زود ايكون جديده. طب احنا محتاجين نخلي بالك نمرج الكونفليكتس بتاعتنا. هتلاحظ دايما ان انت دايما بتمسح الفايل ده، وبالتالي الفايل ده بيحصل له جنريشن اون سبوت، عشان في الاخر ساعات كانت بتحصل كتير ان انا غيرت او زودت صوره، حد في بي ار تانية غير وزود صوره، البي ارز دي عامله كونفليكت، محتاجين نمسح الفايل ده ونجنريت تاني. فدايما بيبقى في ايفورت محتاج تعمله في موضوع الجنريشن، مش بتعمله بايديك، مش بتعمل لي اوت والبادنج والالاينمنت بايديك، ولكن في الاخر محتاج انت تفكر في فكره المانجمنت بتاعها، ان انت الصور دي بتجنريت كلاسز، انت المسؤول عن الكلاسز دي واستخداماتها والميرج والكونفليكس اللي بينهم وبين بعض. طيب امتى استخدم موضوع الايمج سبرايت؟ تاني استخدم موضوع الايمج سبرايت لو انت عندك الايكونز بتاعتك هم عددهم كتير، زي ما كنا بنتكلم، اللي هي خلاص أنا فعلا المشكله بتاعت ان انا ببعت ريكوست كتيره دي فعلا ازمه بالنسبه لي، فبالتالي انا عندي عدد كبير من الصور، وبالتالي مش منطقي ابعت صوره لكل ايكون منهم. والحاجه التانيه ان انت عندك نوعا ما هم ستيبل. يعني ايه ستيبل؟ يعني مش محتاج كل شويه تغير فيهم عشان موضوع الكاشنج ميبقاش بيفرق معاك. والحاجة التانية هي فكرة ان انت مش فارق معاك قوي موضوع الفاريشنز، او تقدر تتحمل التكلفة بتاعت ان انت لو محتاج من الصورة سايز اكبر، او محتاج من الصورة كلر مختلف، خلاص انت هتزود لها صورة، او اصلا السيستم بتاعك مش محتاج الكيس دي، ومش محتاج، او عدد الكيسز محتاج فيها سايز مختلف او كلر مختلف عددهم قليل. الاوبشن التاني انت ممكن تعمله هو في الكود بيزس القديمة، ان انت نفس الكلام، انت بما انها ايمج سبرايت ولكن في الاخر هي ايمج، فهي برضو كل اللي اتكلمنا عنه في مميزات الايمج السيبريت ايمج تكنيك هي لسه موجوده هنا. لو انت السيستم بتاعك يمنعك شويه انت تستخدم مودرن فورماتس، تستخدم فيكتور فورماتس، او الصوره نفسها بطبيعتها محتاجه تبقى راستر ايمجز، خلاص انت عندك هنا سبورت كامل، لان انت لسه بتتعامل بنفس الطريقه ان هي ايمج تكنيك، هو صوره عاديه بتستخدمها جوه البيج عندك. هي برضو مناسبه لو انت بتستخدم على ليجاسي كود بيزس، واغلب الكل ليجاسي كود بيزس بدات بايمج سبرايت، غير لغايه ما تبدا تتطور ل فيجوال سبرايتس وهكذا. وبالتالي خلاص مش محتاج تفكر في فكره التغيير انك تروح لفونتس كاستم فونتس او تروح ل اس في جيز، خلاص استخدم التكنيك بتاع الايمج سبرايت، وبالتالي انت وفرت المشكله بتاعت التكنيك ان انت بتحتاج تريكوست صور كتيره او صوره لكل ايكون من الايكونز. طيب الحاجه الثالثه معانا واللي ينفع برضو تطبق على موضوع السيبريت ايمج، وهي ان انت اوقات كتيره ممكن يكون عندك الايكون او الصوره اللي محتاج تعمل لها ريندرنج هي فوتو رياليستيك او صوره كومبلكس، وبالتالي صعب اوصل لنفس الشكل مثلا اللي فيه نوعا ما 3 دي ده جوه الاس في جيز او جوه الكاستم فونتس، وبالتالي خلاص انا محتاج استخدم راستر ايمجز. لو محتاج استخدم راستر ايمجز هنا انا عندي اوبشنين، هل استخدم او هل عدد الريكوستات الكتير فعلا عامل لي ازمه، فخلاص لو عامل لي ازمه استخدم ايمج سبرايت. لو مش عامل لي ازمه وخلاص عددهم اصلا قليل ومش محتاج فاريشنز كتيره، خلاص تعملها بالشكل الطبيعي اللي انت بتستعمل فيه السيبريت ايمجز. فده برضو واحده من ضمن الكيسز الثالثه اللي ممكن تبقى بتحتاجها او محتاج تفكر فيها في الايمج سبرايت كواحد من ضمن الحلول اللي عندك في الريندرنج تكنيك. طيب الكلام على تالت تكنيك معانا وهو الايكون فونتس.
ايكون فونز ميزته الاساسيه ان هو بيبدا يخرج من التفكير في الايكونز كانها ايمجز للتفكير في الايكونز كانها تكست ببساطه. هو ده بيدخله في مميزات كتيره جدا ما كانتش متاحه بالنسبه لنا لو احنا بنتعامل مع الايكونز كانها ايمج. طيب ايه الفكره الاساسيه؟ الفكره الاساسيه من هنا ان احنا بنقول والله بدل ما تتعامل مع الايكون مثلا بتاعت الهوم بيج كانها صوره، والصوره دي محتاج تعمل لها ريندرنج بنفس الطريقه اللي كنا بنتكلم فيها في التو تكنيكس اللي فاتوا، لا تعالى نتعامل معاها ان هي رموز معينه، والرموز دي موجوده جوه فونت او كاستم فونت عندنا او كاستم فونت فايل عندنا. فمثلا لو انا عندي مثلا الهوم ايكون في الكاستم فونت بتاعنا، لو قلت 1 2 3 فده اليونيكود بتاع مثلا الهوم. لو قلت 1 2 3 4 ده مثلا الايكون بتاعت البروفايل. لو قلت 1 2 5 ده الايكون مثلا بتاعت اللوج اوت. فببساطه انت بتماب يونيكودز معينه او بتماب سيمبلز معينه للايكونز بتاعتك. وبما انه فونت فببساطه كل فونت هو عباره عن رسومات او عباره عن ريبريزنتيشن لليونيكود ده بسيمبل معين او بشكل معين. فدي الفكره الاساسيه من فكره ان هو بنتعامل مع الايكونز بتاعتنا كانها جليفس او سيمبلز جوه الفونت بتاعنا. وبالتالي لما البراوزر بيلود الفونت بتاعنا هو خلاص هو جاب كل الايكونز معايا. انا مش محتاج افكر اصلا في كل الديتيلز بتاعت طب هو الصوره دي هتيجي امتى، طب هو في لي اوت شيفت حصل، طب هبعت ريكوست ولا كذا ريكوست، طب انا هبندل الحاجات دي ازاي. فدي الفكره الاساسيه او الميزه الاساسيه من فكره استخدام الايكونز او التعامل مع الايكونز كانها جزء من الفونت بتاعنا. طيب تعال نبص تاني زي ما احنا بنتكلم هو بتشتغل ازاي. فاول حاجه بتشتغل كان هي عباره عن تكست مش عباره عن ايمجز. وبالتالي عندك طريقتين هنا، يا اما تستعمل اليونيكود بتاعها على طول، او دايما تلاقي في لايبرز كتيره بتستعمل ان هي بتحط كلاس لكل ايكون من الايكونز وبتحط اليونيكود ده كجزء من الكونتنت بتاع الكلاس بتاعك. وبالتالي ما تحتاجش تفكر كل شويه في اليونيكود، انت بس بتستخدم الايكون زي ما كنا بنتكلم. مثلا الكلاس بتاع فيسبوك تستخدم بس الكلاس بتاع الفيسبوك، مجرد ما تستخدمه هو لوحده بيحط اليونيكود وبيحط الديتيلز بتاعته وبيديك الكنترول بالظبط كانك بكنترول التكست الطبيعي بتاعك. طيب عامه في امثله لايبرز كتيره في موضوع الفونت ايكونز ده، حاجه زي فونت اوسم، حاجه زي ماتيريال ايكونز وهكذا. ففي اوبشنز كتيره بتديك المساحه ان انت هي بتبقى معرفه ايكونز كتيره بفاريشنز واشكال مختلفه، كل واحده فيهم ليها يونيكود وليها طريقه معينه ان انت تبدا تعمل لها امبورت او تبدا تستخدمها. في اوبشن كمان انك في تولز بتديك المساحه ان انت ترفع الايكونز بتاعتك. فانا افترض مثلا ان في ايكونز معينه عندك في السيستم، الايكونز دي عايز تخليها كجزء من الفونت بتاعك، انت بترفع لها الفونت اللي انت عايز تبقى الايكونز دي جزء منه، ترفع لها الايمجز بتاعتك اللي انت عايز تخليها ايكون ايمجز. والايكون فونتس دي ببساطه هو بيديك فونت فايل جديد. الفونت فايل الجديد ده فيه كل الديتيلز بتاعت الايكونز بتاعتك، وبالتالي خلاص لما تستخدم الفونت ده كانك بالظبط مستخدم كل الايكونز بتاعتك وابتديت تستخدمها وتتعامل معاها كانها تكست من غير ما تفكر في كل التفاصيل ان هي صوره جديده هريكوست صوره جديده طب هعمل لها داونلود وهكذا. طيب تعال ناخد مثال على ايكون فونتس لايبرري من ضمن الايكون فونتس لايبرز المشهوره وهي فونت اوسم. لو رحت فونت اوسم هتلاحظ ان انت عندك هنا كذا حاجه او كذا حاجه اساسيه بناء على اللي احنا كنا بنتكلم فيه. هلاحظ ان احنا عندنا هنا اول حاجه الايكون، تاني حاجه تحت ان انا عندي في كنترول على الكالر، ودي نقطه مهمه جدا او قويه جدا. انا مش محتاج افكر مثلا لو انا عايز اخلي الايكون بيضه زرقاء صفراء حمراء محتاج اغير بس الكالر بتاعها كانها تكست عادي جدا. هتلاحظ فوق على اليمين عندنا هنا اليونيكود اللي هو F015، وعندنا هنا طريقة استخدامها. فأنا عندي طريقة استخدامها هنا زي ما قلنا بنتكلم، أنا عندي هنا كلاس، أنا مثلا أتخيل الكلاس ده اللي هو FA هاوس، ده بالظبط بيعمل كده، بيقول والله هو الفونت فاميلي بتاعتي هي ايكون فونت، ده اسم الفونت بتاعنا، والكونتنت بتاعها هو باليونيكود عشان ما تحتاجش انت كيوزر كل شويه تقول والله هو ايه اليونيكود بتاع الهاوس، هو F015، انا مش محتاج افكر في ده، ده مش يعني مش يوزر فريندلي خالص. فلا انا اللي انا هفكر فيه هو اسم الكلاس بتاع الايكون. وفي اي مكان احتاج استخدم فيه الايكون بتاعت اف اي هاوس هروح ببساطه استخدم الكلاس ده، والكلاس ده بيهايند ذا سين في الخلفيه بيروح يلود الفونت بتاعي او الفونت فايل بتاعي وبيروح يغير الكونتنت بناء على الكلاس ده. فده الجزء الاساسي من التعامل مع الايكونز كفونتس في لايبرز من ضمن اللايبرز اللي موجوده. الميزه الاساسيه ان انت عندك على اليمين الجزء بتاع الكالر، انت هنا بتتعامل مع الايكون دي بنفس تعاملك مع التكست العادي جدا. فانت فونت سايز بيسمع، كالر بيسمع، فانت خلاص عندك كل المميزات انك تعرف تسكيلت من ناحيه السايز وتغير الكالر بتاعها او تغير التفاصيل بتاعتها من غير ما تبقى عمال تفكر اوكي هو انا محتاج ابعت ريكوست جديد عشان الصوره بسايز اكبر، لا ده انا محتاج مثلا فاريشن صفراء وفاريشن بيضاء وفاريشن سوداء. خلاص هو كل الكلام ده محلول لان هي اصلا بطبيعتها تسمح لك موضوع الفاريشنز ده بشكل كبير.
وفي نفس الوقت هي جت مع ريكوستنج الفونت بتاعك، انت مش محتاج تفكر ان انا محتاج ابعت لها ريكوست منفصل، محتاج اعمل لها بندل وهكذا. طيب الايكون فونتس عامه من الحاجات اللي ليها مميزات كتير. اول واحده فيها وهي انت بتبعت ريكوست واحد او عدد قليل من الريكوست على حسب انت بتلود الفونت عامل ازاي، ويبقى عندك ببساطه كل التفاصيل اللي ليها علاقه بالايكونز بتاعتك من غير محتاج تفكر. وفكره اساسيه منها ان هي بما انها فونت، فهي بما انها تكست، وبما انه تكست بيبقى عنده كومبريشن، والكومبريشن بتاع التكست من الحاجات القويه جدا، البروسيس قويه جدا فيها، وبالتالي انت الكوست بتاعت ان انت تلود الايكونز بتاعتك بيبقى كوست قليله جدا. فميزتها ان هي بتلود بسرعه، مش محتاج تفكر بعد كده ان انت كل مره تبدا تريكوست صوره او محتاج صوره تبدا تبقى تبعت ريكوست منفصل ليها. الحاجه التانيه وهي السي اس اس كنترول. زي ما كنا بنتكلم انا ببقى عندي كذا فاريشن. اول مره اتكلمنا خالص قلنا انا عندي كذا فاريشن، عندي سايز، وعندي مثلا فاريشن من ناحيه الكالر، عندي فاريشن مثلا عايز اعمل فيها شادو مثلا او فيها افكت معين. كل التفاصيل دي انت مش محتاج تفكر فيها كانها صوره جديده، هي نفس الكونتنت بتاعي، نفس الايكون جوه الفونت فايل بتاعي، وخلاص انا بغيرها عن طريق تغيير بروبرتيز بالتعامل معاها كانها تكست عادي جدا. الحاجه الثالثه برضه لسه بنقولها ان هي بتسكيل مع الفونت سايز، وبالتالي لما انت بتزود الفونت سايز هي لوحدها بتكبر السايز بتاعها. وبالتالي لو انت عندك فاريشنز مختلفه زي ما كنا بنتكلم، عايز مثلا الصوره بتاعت الهوم 50 في 50، 250 250 في 250، 1000 في 1000، كل دي مش فاريشنز، كل دي مش صور جديده، كل دي ان انت بتكنترول بس البروبرتيز بتاعت الايكون بتاعتك جوه الفونت. الحاجه اللي بعدها وهو ان عامه السبورت بتاع الايكون فونتس كبير جدا، وبالتالي لايبرز كتيره جدا هتلاقي عندها كل الايكونز اللي انت محتاجها. ولو انت احتجت كمان فكره ان انت تبقى عندك ايكون سبيسيفيك بناء على السكيل بتاعك او بناء على احتياجاتك، فهي برضو فريندلي جدا ان انت تعرف تجنريت الفايل بتاع الفونت ده، والديزاينر يبقى بيحط فيه الفايلز بتاعته في مثلا على اغلب التولز حاجه زي فيجما وهكذا. تعرف اصلا تاكسبورتس الايكونز بتاعتك كفونت، او كمان تستخدم تول حاجه مثلا زي ايكون مون. ايكون مون هنا بترفع لها الصور بتاعتك وهي لوحدها بتروح تاكسبورت فايل تاني للفونت. فايل الفونت ده تعرف تستخدمه وبيكون فيه كل الفونتس اللي انت عايزها جوه، وتقدر تستخدمها بنفس الطريقه بتاعه اليونيكود او الكلاسز وهكذا. طيب نتكلم على عيوب الايكون فونتس. اول عيب من عيوب الايكون فونتس وهي ان هي سنجل كولر، وبالتالي انت لو كنا بنتكلم على الفوتو رياليستيك ايمجز والايكونز اللي هي محتاجه يبقى فيها شيبس مثلا 3 دي وفيها ديتيلز كتيره او كذا حتى كولر مع بعض، الكلام ده كان بيبقى سهل جدا في الايمجز عشان هي خلاص هي صوره بنعملها اكسبورت بنعمل منها كذا فاريشن. مشكله الفاريشنز لكن في الاخر انا عندي الابيليتي ان انا اعرف اغير الكولر بتاعها. مشكله الايكون فونت ان هي بيتعامل ان هي تكست واحد، بانه بتكست واحد فانت محتاج ان انت تبقى تديله كولر واحد، الا طبعا لو انت عملت بقى كذا ايكون وعملت ستاكينج وشويه يعني ايه حاجات كده ورك اراوندز، وده ما انصحكش بيه. ولكن في الاخر هي مشكلتها الاساسيه ان هي ليها سنجل تشانل واحده، وبالتالي ما تعرفش تغير غير لكولر واحد. المشكله التانيه بتاعها وهي الفلاش اوف فرونت فونت، ودي من ضمن المشكلتين اللي اتكلمنا عليهم قبل كده. فانت عندك هنا اما الاف او اي تي او الاف او يو تي على حسب الفونت بتاعك بيجي ازاي. هتلاحظ ان المشكله ان انت ممكن تلاقي الايكونز مش ريندرد، هتلاقي مثلا اليونيكود بتاعها ظاهر ومجرد ما الفونت رجع راح اليونيكود ده اتبدل بقى صوره الايكون، او السايز بتاع الايكون كان حاجه معينه ومجرد ما الفونت رجع حصل له لودنج. طبعا في تكنيكس كتيره جدا بنحاول نتجنب بيها مشكله ان الفونتس يبقى بيلود بشكل متاخر عشان نتجنب المشاكل دي. ولكن تاني هي من ضمن العيوب بتاعتها ان انت لو مش بكنترول بشكل صح اللودنج بتاع الفونتس بتاعتك هتلاقي عندك المشكلتين دول بيظهروا باختلاف طبعا طبيعه انت محدد عامل ازاي. هل هتلود فول باك فونت ولا لا، مش هتعرض حاجه خالص لغايه ما الفونت يرجع وهكذا. ودي من واحده من الحاجات اللي برضو عامله مشكله في موضوع الايكون فونتس ومحتاج تاخد بالك منها وانت بتختار تكنيك. المشكله الثالثه وهي شويه متعلقه بحته ان انت لو بتستخدم كاستم لايبرري للفونتس. فلو انت مثلا بتستخدم كاستم لايبرري قلت خلاص انا هستخدم الفونت بتاعنا احنا وهبدا اسبورت ايكونز معينه، مش هستخدم مثلا لايبرري زي فونت اوسم ولا ماتيريال ايكونز ولا هكذا، هتلاقي عندك مشكله شويه في المينتينابيلتي. انت كل مره محتاج ان انت تبدا تزود ايكون جديده، محتاج ترفع الايكونز الجديده دي، محتاج تجنريت تاني الفونت الجديد، تزود الفونت فايل، الفونت فايل ده بيحصل له انفاليديشن تاني للكاش، فبتدخل برضو في شويه مشاكل انك محتاج تمنتين اللايبرري او محتاج تمنتين الفونت بتاعك. طبعا الموضوع مختلف لو انت خلاص مقرر ان انا هستخدم الايكون فونتس وهي مناسبه جدا بالنسبه لي، انا مش محتاج ان انا ابقى عندي كذا كولر للايكون او كذا فاريشن للايكون نفسها فيها كذا كولر، متقبل عادي ان هي تبقى سنجل كولر.
واخد كل المميزات بتاعت ان انا اغير السايز بتاعها واغير الكالر بتاعها، ومش محتاج استخدم كاستم فونت لايبرري او كاستم فونت انا اللي عامله. خلاص انا هستخدم اللايبرري زي فونت اوسم وهكذا، واخد كل المميزات اللي جواها. من تلابيلتي هنا بتبدا تبقى مشكله. غير كده الموضوع بالنسبه لك بسيط، هي فيها كل مميزات انك تعرف تكنترول السايز والكالر بتاعها، وفي نفس الوقت ده بيتلود مره واحده، مش محتاج تفكر فيه ازاي هتعمل معاها كصوره، ازاي هلودها وهكذا. طيب امتى عامه موضوع الايكون فونتس ده مناسب؟ موضوع الايكون فونتس عامه من الحاجات اللي هي يمكن مناسبة في أغلب الأحيان، ولكن في الآخر لو أنت الأب بتاعك بيتطلب أصلا كاستم فونتس أو بيلود كاستم فونتس، ومحتاج إن أنت فعلا، المشكلة اللي اتكلمنا عليها إن أنا محتاج أغير كتير الكالر بتاع الأيكون، محتاج كتير أخلي الأيكون عندي في سايزز مختلفة، وبالتالي الأيكون فونتس واحدة من ضمن الأوبشنز سهلة تعرف تغير الكالر، كنترول البروبرتيز بتاعت الأيكون بتاعتك بسهولة، وفي نفس الوقت تعرف تاخد صور، أو يعني تعرف تاخد فاريشنز من السايز مختلفة من غير ما تفكر فيها كأنها صور مختلفة. واحد من ضمن الحاجات، فلو انت ده السيستم بتاعك هيتطلب ده، محتاج تفكر في الايكون فونتس من ضمن الحاجات الاساسيه. الحاجه التانيه، لو الديزاين سيستم بتاعك اصلا بيطلع اصلا كاستم فونت، فانت ممكن تستغل ان انت اصلا عندك كاستم فونت، تزود انتجريشن صغيره تزود لك موضوع ان انت كل مره تزود الصور يروح يجنريت فايل جديد. اه هيبقى عندك المشاكل اللي اتكلمنا عليها من شويه، موضوع ان انت الفايل الجديد ده بيجنريت فايل جديد ومحتاج تعمل له انفاليديشن وهكذا، ولكن في الاخر لو دي حاجه تقدر تتقبلها او حاجه السيستم بتاعك يتقبلها، فهي تبقى واحده من ضمن الاوبشنز الكويسه اللي عندك. بس كده، ده كان كل حاجه النهارده. الحلقه دي اتكلمنا على ثلاث حاجات اساسيين. اتكلمنا على السيبريت ايمجز، مع انه قوي مش تكنيك، ولكن اتكلمنا عنه بشيء من ان هو بيعامل الايكونز كانها صور عاديه. اتكلمنا على الايمج سبرايت، وقلنا ان هي محاوله لحل واحده من ضمن المشاكل بتاعه السيبريت ايمجز. اخر حاجه اتكلمنا عليها هو موضوع الايكون فونتس او الفونت ايكونز، وعرفنا ازاي باخد المميزات بتاعه الفاريشنز وكنترولنج السايز والكالر وكل البروبرتيز بتاعه الايكون بتاعتي من غير ما محتاج افكر فيها كانها ايمجز، وشفنا مميزات وعيوب كل واحده فيهم او استخدام كل واحده فيهم ممكن تكون مناسبه ليه. ده كان كل حاجه النهارده، اشوفك على خير المره الجايه. سلام عليكم.